رسميًا روبرتو مانشيني مدرب المنتخب السعودي. في هذا المقطع اليوم راح نتكلم عن روبرتو مانشيني، مسيرته الكروية سواء كان لاعب أو كمدرب وخطته التكتيكية. عشان كذا لا تنسى إنك تضغط زر اللايك وتشترك في القناة ليصلك كل جديدنا. ويلا بينا نبدأ. روبرتو مانشيني من مواليد عام 1964 ميلادي. بدأ مسيرته الكروية كلاعب مع نادي بولونيا الإيطالي، وبعدين انتقل إلى نادي اللي هو فيورنتينا، ولعب معه فترة، ولعب مع لوسيو فترة، ولعب مع ليستر سيتي، وآخر شيء اعتزل عام 2001. ومن هنا بدأت مسيرته التدريبية، وبدأ مسيرته التدريبية من أول ما اعتزل، أو حتى قبل في الموسم اللي قبل ما يعتزل، كمساعد مدرب. قبل ما يعتزل عام 2001 كان مساعد مدرب في نادي لاتسيو، ومن هنا بدأ مسيرته اللي هو كمساعد مدرب في نادي لاتسيو. بعدين انتقل إلى أنه يدرب نادي فيورنتينا الإيطالي. انتقل بعد ما كان مساعد في نادي لاتسيو، انتقل انه يدرب نادي فيورنتينا الايطالي. بعد ما كان مساعد في نادي لاتسيو انتقل لتدريب نادي فيورنتينا من عام 2002 الى عام 2004. وبعدين انتقل من تدريب فيورنتينا بعد ما حقق معاهم الكاس والى تدريب نادي الانتر. انطلاقته مانشيني الحقيقيه خلينا نقول ان هي بدات مع انتر ميلان بعد انتقاله لهم عام 2004. من هنا بدا ينصيد مانشيني ينعرف اكثر بسبه ان نادي انتر ميلان معروف في اوروبا. حقق مع انتر ميلان بطولتين كاس وبطولتين كاس سوبر وثلاثه دوري، واستمر معاهم لعام 2008. رحل منهم وجاء مكانه اللي هو جوزيه مورينيو، وعارفين نجاح جوزيه مورينيو مع انتر ميلان. النادي اللي بعده وبعدين راح، طبعا هو محقق بطولات قبل ما يجي انتر، حقق كاس مع فيورنتينا وحقق كاس مع نادي لاتسيو برضه كمساعد مدرب. بعدين النجاحات الكبيره اللي حققها روبرتو مانشيني مع نادي انتر ميلان، انتقل الى نادي مانشستر سيتي. ومن هنا بدأت نجاحات والسيتي يرتفع اكثر فاكثر مع الملاك الجدد اللي هم الاماراتيين. حقق معاهم اهم بطوله عام 2011 اللي هو الدوري القالي والايقوني، واللي بعد 45 سنة غياب عن الدوري مانشستر سيتي كان بطولة الدوري الأولى مع روبرتو مانشيني هو اللي أعادهم إلى بطولات الدوري مرة أخرى. عام 2011 طلع من اللي هو مانشستر سيتي وراح درب 6 شهور في غالاتا سراي التركي، وبعدين رجع درب انتر ميلان من عام 2014 2016، ورحل من انتر ميلان وراح درب زينت الروسي فترة بسيطة لعام 2018، من 2016 ل 2018. ومن هنا بدأت رحلة مانشيني مع المنتخبات، مع المنتخب الإيطالي دربهم من عام 2018 لعام 2023. وهذا المهم بالنسبة لنا احنا اللي هو انه بيدرب منتخبنا السعودي. اللي يهمنا اكثر شيء تجربته الاخيرة مع المنتخب الايطالي، شنو النجاحات اللي حققها وشنو الفشل اللي صار معه. اخر تجارب روبرتو مانشيني مع المنتخب الايطالي خذهم من الهاوية اللي هو كانوا متأهلين الى كأس العالم 2018، اخذهم ورتبهم، وتدريجيا بدأ شوي يرتب الامور تصاعديا، لما وصل مرحله ان ايطاليا اخذت اليورو الاخير. بعد ما كان اي احد يتوقع ان ايطاليا بالعناصر اللي عندها الضعيفه تقدر تاخذ اليورو، اخذ اليورو في اراضي انجلترا قدام انجلترا بركلات الترجيح. وهنا كان النجاح الكبير اللي عاد ايطاليا لمكانها الطبيعي. بس برضك مقابله كان في فشل ذريع انه ما قدر يتأهل إلى كأس العالم 2022 في قطر. وهنا كان الفشل مع المنتخب الإيطالي. وصار أنه نجاح كبير أنه حقق اليورو، ما كان متوقع بعد غياب فترة مرة طويلة عن اليورو عن المنتخب الإيطالي. في برضك مشكلة أنه ما قدر يتأهل إلى كأس العالم. مانشيني وخطته التكتيكية اللي راح نتكلم عنها الحين هو يلعب 4-3-3، وعادي مدرب مرن يلعب أكثر من خطة، بس خطته الأخيرة اللي كان يلعب فيها مع المنتخب الإيطالي كانت 4-3-3. هذه العناصر، بس مشكلة عند مانشيني العناصر اللي في مخه لما يخص ينجح مع عناصر محددة ما يبي يغيرها. هذا المشكلة اللي صارت في المنتخب الإيطالي. في عناصر ما كانت تأدي بشكل كبير، مع ذلك كان مستمر عليها في المنتخب، خاصة المهاجم زي كذا. هل هذا راح يكون نفسه في المنتخب السعودي ونكرر فترة رينالد اللي هو نفس العناصر حتى لو كانوا غايبين عن المباريات، أو حتى لو كانوا مستواهم ما هو بكويس عادي يلعبوا مع المنتخب؟ هل هذا نفسه راح يستمر مع مانشيني، أو راح يكون في تغيير في إدارة المنتخب السعودي غير عن إدارة المنتخب الإيطالي؟ أكيد مدرب كبير جاي بنجاحات كبيرة، مدرب ليفل أعلى بكثير من المدرب السابق.
عنده الحين فترة 6 شهور أو 7 شهور قبل ما تبدأ كأس آسيا، واللي طموح المنتخب السعودي في كأس آسيا معروف، إحنا نبي البطولة كأس آسيا. السعودية داخل البطولة وتبي تحققها. السعودية منتخب معروف في آسيا، منتخب حقق آسيا 3 مرات، وصل النهائي أكثر من مرة، ولنا فترة طويلة ما وصلنا للنهائي أقل شيء، وحتى حققنا البطولة. عندنا بطولات، بطولتنا بنحققها، نبي نتأهل إلى كأس العالم. وأتوقع تأهل كأس العالم الحين صعب، خاصة مع زيادة المنتخبات في كأس العالم، المقاعد الآسيوية زادت، فراح يكون التأهل أسهل من التأهل حتى السابق اللي كان فيه صعوبة أقوى من الحين. بس الطموح السعودي دائما اللي هو تحقيق كأس آسيا، هذا الطموح السعودي. ويلا أشوفك في المقطع الجاي. لا تنسى أنك تضغط زر الاشتراك في القناة وتفعل جرس التنبيهات عشان يوصلك كل جديدنا. سلام عليكم.